السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. النهارده ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. هنبدا كده نعمل الجلاش المحشي بالمكسرات ده. رول جلاش، يعني عباره عن رول جلاش. بلفه كده بحشوه ممتازه جدا. هتعجبكم جدا ان شاء الله وتحفه. بس شوفوا الخطوات وان شاء الله هتعملي احلى جلاش في الدنيا. انا عندي هنا زي ما انتم شايفين بقدمه بقى كده. بس بستنى لما بيهدى شويه وازينه بقى بالمكسرات اي حاجه عندك تقدري ان انت تزينيه كده بيه. اول حاجه بس ما تنسوش اللايك والاشتراك. اول حاجه بجيب نص كيلو من الكنافه. لو انت هتعملي كميه، يعني لو انت هتعملي حوالي لفتين، يعني اللفه بتحتاج معايا ربع كيلو من الكنافه. دي كنافه عاديه بجيبها بس بقطعها قدامك، يعني اختيارين: يا تقطعيها بالمقص كده لو هي انت جايباها فريش، او لو انت حطاها في الفريزر هتبقى اسهل كمان بكتير. ان انت هتحطي في الفريزر هتبقى متلجه. بمجرد ما تفركيها بس كده هتلاقيها دابت خالص معاكي. لكن هنا دي كانت طازة معايا، فهقطعها كده بالمقص بقى. احاول ان انا اقطعها على قد ما اقدر قطع صغيرة خالص لحد ما تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. علشان انا عايزة احمرها، يعني انا عشان تاخدوا اللون الذهبي اللي هو بيبقى في حشوة الكنافة او في حشوة الجلاش. لازم تحمريها كده شوية. هحط عليها ربع كوباية من الزبدة او السمنة، وافركها كويس جدا كده على اساس تبقى كل الكنافه كلها كده شاربه من الزبده. واروح حطاها بقى تحت الشوايه، افردها في صينيه كده تقدر ان انت تعمليها على البوتاجاز من فوق، وتقدر ان انت تفرديها في صينيه كده وتدخليها الفرن. بس لو دخلتيها في الفرن لازم كل 5 دقايق تروحي مقلباها علشان ما تحمرش الوش منك وتتحرق، يبقى جنب محمر وجنب ابيض لسه اللي تحت. هتاخدي بالك كويس جدا منها، يعني كل دقيقة هتشوفيها. عندي كده بعد ما طلعت فرقتها كده كويس جدا، وكده الكنافة جاهزة معايا. تقدري بقى ان انت تحطي عليها مكسرات سوداني. قبل بقى ما احط المكسرات او اي حاجه تحطيها، بجيب نص كوبايه من السكر المطحون، علشان ده اللي هيربط الحشوه دي في السوا. يعني في السوا السكر هو اللي بيدمج الحشوه كلها وبيلزقها في قلب الحاجه اللي انت يعني بتحطيها فيها. عندي كده لفه جلاش هقسمها. اللفه نص كيلو هقسمها على مرتين. تقدري برضو ان انتي لو انتي مش عايزاها عاليه قوي تقدري ان انتي هتعمليها على 3 طبقات. يعني لو اللفه معاكي 15 ورقه هتعمليها 5 الرول 5 ورقات، علشان اضمن برضو ان هي تبقى مورقه من جوه. عشان انا هلفها رول، يعني غير الصينيه. ممكن الصينيه بتحطيها عادي وتدلقي عليها السمنه من فوق، لكن ده رول فنبقى متاكدين ان هو الزبده من جواه. ورقه كده، يعني ورقه ورقتين فوق بعض، وهتروحي رشه بالفرشه كده رشه سمنه بسيطه. وهنكرر العمليه دي في النص التاني كده. يا ريت بقى لو متابعيني ما تنسوش اللايك والاشتراك، عشان الاشتراك ده اللي هو اللي هيفعل لي القناه. بعد كده مش هحط بقى الطبقه الاخرانيه، مش هحط فيها سمنه ولا حاجه، عشان كده كده الكنافه فيها السمنه بتاعتها. هروح بقى فرشه الحشوه بتاعتي. بس ما نحطش في الاخر، يعني على الطرف كده ما نحطش كتير، علشان لما نيجي نلفها رول ما تقعش منها. هفرد بقى الحشوه كلها كده على طبقه الجلاش. وبرده ما افردش كتير، يعني ما تبقاش عاليه قوي. وابدا ان انا بقى الفها كده رول، اخليه مفرود. ما يبقاش مكبب قوي. كده بقى جاهز معايا. هكرر برضو العمليه دي في الجلاش التاني. زي ما قلت لكم تقدروا ان انتوا تخلوا النص كيلو تعملوه على مرتين او تعملوه على 3 مرات. 3 مرات برضو هيبقى افضل.
هحط السمنة كده برضو او الزبدة زي ما انتوا شايفين، بتبقى سايحة شوية علشان ما تاخديش كمية كبيرة، يا دوبك ايه رشة بسيطة جدا من السمنة كده او الزبدة. وهكرر نفس العملية اللي انا عملتها في الاول. هفرد برضو الحشوة بتاعتي كده. تقدري برضو تحطي حشوة، يعني ده سوداني وسكر والكنافة، تقدري ان انتي تحطي برضو جوز الهند، زبيب، يعني مكسرات. بصوا هنا زيادة شوية هضطر ان انا اعينها. كده بقت جاهزة معايا. هقسمها كده بقى ايه نصين، عشان حسب القالب اللي عندك او الصينية اللي انتي هتحطيه فيها. شايفين عاملة زي الرول، ممتازة جدا. هقطع بقى ايه برضو الحروف بتاعتها كده، يعني اقطعها كده على ايه مرتين. ما ينفعش ان انا اقطعها قطع صغيرة على الرخامة كده واروح حطها، علشان هتلاقي المكسرات كلها وقعت منك. فبنسويها كده على قد ما بنقدر، وبنروح حاطينها ومقطعينها في قلب القالب او الصينية اللي انت هتدخليها بيها الفرن. هتقطعيها بقى القطع اللي انت عايزاها كده. كده جاهزة معانا. تكون محضرة نص كوباية من السمنة او الزبدة وسايحة معايا كده، وتروحي حطها على وشها. اهم حاجه تتاكدي ان يعني ما بين الجلاش وبعضه نازل فيها السمنه، ويكون الوش طبعا كله متغرق بالسمنه او الزبده. في المرحله دي بنكون مولعين على الفرن علشان ندخله على فرن سخن. بنحطه بقى في الشبكه اللي في النص، بس نحاول ان احنا نوطيها شويه، يعني ما تبقاش في نص الفرن، لا تبقى تحت شويه، لحد ما نتاكد ان احمر الجلاش احمر من تحت. بعد كده نشغل عليه الشوايه لحد ما يبقى معانا اللون الجميل ده. هننزل بقى عليه الشربات، هو هيبقى سخن والشربات هيبقى بارد. شايفين هيبقى تحفة ما شاء الله. وكده يبقى الجلاش معايا جاهز. طبعا ايه هنفضل نقلب كده في نقلب في الشربات علشان يتشرب من كل حتة، يعني نفضل نقلب في الصينية علشان يتشرب من كل حتة. هيبقى الجلاش ان شاء الله ممتاز معاكي جدا. ده طبعا لسه سخن، هنقدمه بقى ايه يهدى شوية كده، ونقدمه ايه بيبقى بارد، بيبقى تحفة جدا. يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، واتمنى ان انتوا تجربوه، بجد جميل جدا وهيعجبكم. كل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.